السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله النهاردة شارك معاكم فيديو جديد. هنعمل مع بعض عجينة الطعمية في البيت من غير مفرمة ومن غير كبة، وهنشوف مع بعض ان شاء الله هنعملها بايه. اول حاجة هنا بجهز الخضر اللي هستخدمه مع العجينة. معايا هنا حزمة كرات منضفينها وغسلينها كويس في الفيديو اللي فات لو تفتكروا. قطعتها كده بطريقة عشوائية، ومعايا كمان يعني من كل ربطة شبت وكزبرة وبقدونس من كل ربطة كام عود كده، يعني مش كمية كبيرة، برضه قطعتهم بطريقة عشوائية. ومعايا كمان بصلتين يعني صغيرين كده هقطعهم برضه بطريقة عشوائية، ومعايا كام فص توم. تمام، دي الحاجات اللي هستخدمها على الفول. فان شاء الله النهارده نعملها بطريقة حلوة مش وحشة، يعني للناس اللي هي اللي مضطرة، اللي ما عندهاش مفرمة او ما عندهاش كبة، فالطريقة دي هتكون منجزة وجميلة جدا ليهم. معايا هنا بقى الفول ده يعني انا بلاه كده في التلاجة بقاله كام يوم. بلاه كده في ميه، غسلته نقيته الاول وبعدين غسلته وبليته كده في ميه. وهقول لكم دلوقتي ليه بليته كام يوم. وممكن لو انت هتعمليه في الكبه او في المفرمه ممكن تبليه من بالليل وتاني يوم تشتغلي بيه على طول. لكن الطريقه اللي هنعملها النهارده في الخلاط، طبعا انتوا كده عرفتوا هنعملها في ايه. هنعملها في الخلاط. لازم تبليه كام يوم، يعني يومين 3 كده، بس تحطيه في التلاجة سواء في الصيف او في الشتاء. حطيه في التلاجة علشان خاطر ما يريحش منك يعني كده لا قدر الله. فلازم نبله كذا يوم علشان خاطر حبات الفول تطرى وتتفرم معانا بسهولة في الخلاط. تمام، هنا بقى معايا يعني شوية المية اللي في الدرق دول، يعني تقريبا كده 3 كوبايات مية. دول هنستخدمهم للفول وهنصفيها، ما تقلقوش خالص، هتشوفوا معايا دلوقتي من خلال الفيديو ان شاء الله. هنصفيها. فانا هنا كان معايا شويه فول في الطبق مفرومين، دي اللي كنت فرماهم في الكبه في المفرمه، وما كملتش معايا لانها يعني عطلانه وكده زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. فحطيتهم برضو في الاول عشان يمشوا معايا الخلاط. وهنا الكميه اللي فرمتها معلقه بمعلقه كده، اول لما الخلاط مشي معايا كل شويه بريح الخلاط شويه. فالكميه اللي فرمتها حطيتها في مصفى، يعني طبق فوقه مصفى، وسبتها علشان تصفي الميه الزياده اللي فيها زي ما هتشوفوا معايا. وبكمل هنا بنفس الطريقه. هنا تحسوا ان انا بحط ورا بعض ورا بعض بس علشان انا مسرعه الفيديو، لكن لا، انا كنت بحط معلقه واستنى شويه وبعدين احط المعلقه التانية لحد لما يعني العجينه تمشي كده في الخلاط. تمام، عشان لا قدر الله لا قدر الله الخلاط ما يبوظش مننا. هنا بقى ركزوا مع لون الميه اللي في الطبق اللي نزلت من العجينه، لان هقول لكم دلوقتي حاجه برضو في الملاحظات ويعني في رايي فيها، فركزوا في لون الميه علشان هنحتاجه كمان شويه. هنا بقى هصفي الكميه التانية دي بنفس الطريقه برضه، اسيبهم كده 5 دقايق ولا حاجه بالشكل ده كده، اصفي كل الميه زياده اللي موجوده فيهم. تمام، كنت بزود بقى ميه شويه بشويه كده وانا بفرم في الخلاط زي ما شفت معايا، طبعا الفيديو كان موضح الطريقه. والكميه اللي عملتها هنا احطها بقى على بعضها، ودي الكميه كلها اللي عملناها. ده نص فول، نص كيلو فول عمل معايا الكميه دي. هي كويسه خالص زي اللي مفرومه في الكبه، بس اقول لكم الملاحظات دلوقتي اللي لاحظتها. شايفين؟ وبتشكل معايا بمنتهى السهوله، يعني ما هيش يعني سايبه كده في ايديا وميه خالص، لا، هي صفت كل الميه الزياده اللي فيها. تمام، دلوقتي بقى واحنا بنعبيها في الاكياس اقول لكم على الملاحظات اللي لاحظتها ورايي فيها بامان. اول حاجه الطعميه دي لما نعملها في الخلاط، لما نيجي بقى نحمرها في الزيت ما ينفعش نحط لها اي مواد رافعه خالص سواء كربونات او بيكنج باودر، لان جربت احط لها لقيتها بتتفرتت مني خالص. تمام، فاستخدميها كده على طول، ظبطي لها بس الملح او هتحط لها توابل كزبره او كمون او كده، لكن ما تحطيش بيكنج باودر ولا كربونات والا هتتفتت مني خالص في الزيت. تمام، تاني حاجة اللون الأخضر اللي شفتوه في المية ده من الكرات والكزبرة والحاجات اللي حطيناها، فبالتالي اللون الأخضر بتاعها بيقل، بيكونش اخضر صريح كده، لا، الميه اللي بنحطها بتقلل من الخضار بتاعها وبتقلل من لونها، بتفقد منه شويه في الميه. تمام، هي ده حاجه يعني مش مشكله كبيره قوي، بس هو يعني للناس اللي بتحب الطعميه لونها اخضر زياده، فلا، من الاول اعملي حسابك بقى لو هتعمليها في الخلاط وكتري كميه الخضر من البدايه خالص، لان اللون بتاعها هيقل شويه بسبب الميه. تمام، الملاحظة رقم 3 انك لو ما تعملتيش بحرص وتحطي معلقة بمعلقة وتريحي الخلاط كل شوية، وبالذات لو الخلاط بتاعك ضعيف نوعه مش قوي، لا قدر الله بعد الشر يا رب الخلاط ممكن يبوظ. تمام، فانا بقول لكم رأيي بكل امانة. والملاحظة برضو اللي قلتها لكم من شوية، ان الفول تنقعيه بدل ما تنقعيه ليله واحده، لا، انقعيه يومين 3 علشان خاطر حبايه الفول تطرى وتكون سهله معاكي في الخلاط، عشان الخلاط لا قدر الله ما يبصش. تمام، فده رايي فيها بمنتهى الامانه، واجربها معاكم دلوقتي تجربه عمليه علشان تشوفوها يعني بنفسكم. تمام،
اول حاجه انا هنا زي ما قلت لكم في اليوم اللي عملتها حمرت كده شويه فول كانوا في الطبق الصغير دول، حمرتهم وحطيت عليهم بيكربونات بيكنج باودر، فلقيتهم اتفرفتوا مني خالص في الزيت، وكل حبايه كده راحت في يمه اتفتحت كده يعني وباظت. تمام، فقلت هجربها تاني يوم بقى، هطلع كيس من الفريزر عشان اشوفها بعد التفريز هتكون عامله ازاي. هطلع كيس من الفريزر واستخدمه معاكم برضو، احمره معاكم، بس مش هحطله لا بيكنج باودر ولا بيكربونات. تمام، فده اللي عملته. يعني اللي بعملها دلوقتي دي انا زي ما شفتوا معايا حاطط لها بس الملح، ظبط لها الملح وشويه كزبره وخلاص. فهوريها لكم دلوقتي من جوه هتكون عامله ازاي. ما بتكونش مكتومه قوي للدرجه، بس في نفس الوقت ما بتكونش نافشه برضو زي بتاعه اللي بنحط لها بيكنج باودر او بيكربونات. تمام، ما بتكونش نافشه زيها، بس في نفس الوقت ما بتكونش مكتومه للدرجه، لان الميه اللي حطيناها بتخليها من جوه يعني هشه كده برضو فيها فراغ زي ما هتشوفوا معايا ان شاء الله. فهنا ما بقلبهاش خالص غير لما تاخد لون من تحت الاول وترفع نفسها كده من الطاسه، علشان لو قلبتها وهي لسه ما خدتش لون هتلزق مني في الطاسه وهتتفتح وهتبوظ. تمام، عايزاها بتحب الطعميه طريه طلعيها كده في الوقت ده، بتحبيها مقرمشه زينا كده سيبيها 5 كمان. فانا هسيبها 5 كمان زي ما شفتوا معايا كده. تمام، انا عايزه اقول لكم زوجي اول لما شافها بيقول لي طعميه سوري، انت شاريه طعميه سوري؟ لان طبعا كان هنا بقول لكم ان كميه الزيت ما قلتش كتير خالص، يعني انا كنت حاطه كميه فما قلتش كتير. تمام، ما شربتش زيت كتير يعني. وده شكلها معايا. فبقول لكم علشان كنا بنفرم الطعميه بالليل، هنا كنت بحاول ازينها بعود خاص يعني، بس قلت ملوش لازمه، علشان كنا بنفرمها بالليل بالمفرمه وما نفعتش وكده. فزوجي ما توقعش ان انا ممكن اعملها في الخلاط، فلما شافها بيقول لي انت شاريه طعميه سوري عامله زي الطعميه السوري. قلت له لا دي طعميه في الخلاط. هنا بقول لكم من جوه مش مكتومه قوي، بس في نفس الوقت ما هياش هشه. تمام، بس كويسه برضو، مش وحشه، هي حلوه للمضطر. يعني لو هتسالوني هتجربيها تاني ولا لا، انا لو ربنا يعني ما صلحش الحال وحاولت ان اصلح الكبه وكده فهضطر استخدمها تاني. بس هعمل ايه بقى؟ هعمل شويه بشويه، يعني بدل لما ببل نص كيلو فول هبل ربع بربع، ولما الكميه تخلص اعمل كميه تانية، عشان بس ما اعملش ضغط على الخلاط، يكون الموضوع سهل كده. تمام، فاعمل ربع بربع بعد كده. فهي يعني مش الاختلاف مش باين قوي يعني. هنا بقول لكم شكلها في الساندوتش كويسه برضو، مش وحشه ومقرمشه كده وجميله. وطبعا لكم حريه الاختيار، لو عايزه تطلعيها طريقه عن كده هتطلعيها. فهي مش وحشه يعني، هي حلوه للمضطر. لكن لو متاح لك الفرصه تعملي في الكبه او مفرمه هيكون يعني افضل طبعا، علشان خاطر الخلاط بس ما يبوظش او كده، وعشان خاطر لونها كمان ما يتغيرش. فده يا بنات رأيي فيها بمنتهى الأمانة. أتمنى أكون فدتكم، يعني قلت لكم التجربة يعني عملي كده. فبس هو ده كان فيديو النهاردة، أتمنى يكون عجبكم ويكون أفادكم بأي حاجة حتى لو بسيطة، وأشوفكم فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.